عمرك سألتي نفسك ليه في أماكن بتحسي فيها إنك شخص منظم ومرتب، وأماكن تانية بتتحولي فيها لحد كسلان جدا وإنتي مش فاهمة ليه كل ده؟ ليه أول ما بنقعد مع ناس بتقرأ كتب بنلاقي نفسنا بعد كام يوم عايزين نقرأ كتاب؟ وليه لما بنقضي أسبوع وسط ناس كل كلامهم شكوى وسلبية وغضب بنحس إن إحنا بقينا زيهم؟ الغريبة إن معظمنا فاكرين إن إحنا بنتحكم في قراراتنا بشكل كامل، لكن الحقيقة مش كده. الحقيقة إن أكتر حاجة بتشكل شخصيتك مش إرادتك ولا ذكائك ولا حتى أهدافك. أكتر قوة بتأثر عليكي هي البيئة، والبيئة مش معناها المكان اللي عايشة فيه وبس. البيئة هي الناس اللي حواليكي، الموبايل اللي في إيدك، الأكل اللي بتاكليه، المحتوى اللي بتتفرجي عليه، الشغل، البيت. كل حاجة حواليكي بتتكلم مع عقلك طول الوقت، كل حاجة بتتواصل معانا طول الوقت بس احنا مش فاهمين. والأخطر من كده إن كل حاجة بتغيرنا بهدوء لدرجة إن احنا ما بنكونش واخدين بالنا أصلا احنا اتغيرنا إمتى وإزاي وليه. عايزاكي تتخيلي 2 نفس السن، نفس النوع، نفس كل حاجة. واحد ساكن جنب جيم، كل يوم وهو رايح الشغل بيعدي عليه، بيشوف الجيم وهو رايح وهو جاي، بيشوف الناس اللي بتتمرن، بيشوف الطريقة بتاعتهم وكلامهم والأكل اللي بياكلوه وهكذا. والتاني كل يوم بيعدي على كافيه مليان بقى شيشة وأكل مثلا فاست فود والحاجات دي، وطول ما هو رايح وجاي هو ده اللي بيشوفه بيشمه. دي الناس اللي بيتعامل معاهم معظم الوقت أو بيشوفهم كتير. بعد كام شهر أول واحد ده غالبا هيبقى عايز يروح الجيم، وهيبقى عايز إن جسمه يكون أحسن، وهيبقوا صحابه هم الناس اللي بيشوفهم كل يوم في الجيم. وتاني واحد غالبا هتلاقي إن وزنه زاد، اللايف ستايل بتاعه اتغير تماما، صحابه بقوا ناس غريبة ومختلفة عن اللي هو متعود عليه، وبقى بيقعد ويشيش معاهم وبيعمل كل حاجة زيهم. هل مثلا الأولاني ده كان عنده إرادة خارقة؟ لا خالص، مش بالضرورة. يعني مش شرط إن الأولاني ده كان أقوى من التاني مثلا، ولا إرادته أحسن، ولا مثلا كان حاطط هدف لحياته إن هو عايز يكون شخص رياضي. بس البيئة خلت قراره بقى أسهل، البيئة خلت القرار الصح أسهل والقرار الغلط أصعب، ودي حاجة مهمة جدا. ناس كتير فاكرة إن تغيير العادات محتاج إرادة قوية ومحتاج قرار وخطة وتنظيم، لكن علماء السلوك بيقولوا إن أسهل طريقة تغيري بيها أي عادة هي إنك تغيري البيئة اللي بتسبب العادة دي. يعني بدل ما تقاومي أكل الحلويات كل يوم، ما تعديش على أماكن بتبيع حلويات، ما تتفرجيش على إعلانات عن الحلويات، بدل ما كل شوية تمسكي الموبايل وبتشتكي من قلة التركيز أو من تعفن الدماغ أو من الريلز بتاعت انستجرام وتيك توك. خلاص شيليه من قدامك، حطيه في أي أوضة تانية واشغلي نفسك بأي حاجة تانية. بدل ما تجبري نفسك على المذاكرة وعلى الاجتهاد والكلام ده كله، حاوطي نفسك بناس أصلا بيذاكروا، بناس عندهم عقلية ذكية وبيجتهدوا وبيعرفوا إزاي ينجحوا بذكاء. فانت هنا مش بتغيري نفسك، انت مش بتتحدي الحياة ولا بتقاومي حاجة ولا بتصارعي ولا أي حاجة ولا كل الحروب دي. انت بتغيري بس الظروف اللي بتحدد تصرفاتك، اللي بتحدد عاداتك الجديدة، اللي بتحدد الهوية اللي نفسك تكون عندك من النهاردة. خليني أقولك حاجة يمكن تغير نظرتك. لو دخلتي سوبر ماركت هتلاقي الحلويات دايما محطوطة عند الكاشير، وده مش صدفة. انت بتبقي واقفة مستنية تحاسبي، عينك بتقع عليها كل شوية فبتشتريها من غير أي ماركتينج، من غير أي حاجة. هما مش بيبيعوا المنتج بس، هما بيصمموا البيئة اللي تخليكي تشتري المنتج ده من غير ما تكوني عايزاه أصلا، ومن غير ما يبذلوا أي مجهود في الدعاية للمنتج ده. حتى ريحة العيش في المخابز الكبيرة كتير منها بيكون مقصود إنه يكون منتشر في المكان، لأن بمجرد ما هتشم الريحة طول ما انتي ماشية في المكان ده هيخليكي تبقي عايزة تروحي تشتري العيش أو تشتري من المخبز وانتي أصلا ما كنتيش عايزة ولا جعانة أصلا. شفتي قد إيه البيئة بتعرف تلعب بعقولنا؟ بصي على السوشيال ميديا، كل فيديو بتشوفيه بيحدد الفيديو اللي بعده، وبعد شوية هتلاقي كل المحتوى اللي بتشوفيه هو نفس الحاجة. فلو بتشوفي ناس غضبانة بتشتكي عندها مشاكل، هتحسي دايما إن الدنيا كلها مشاكل وكلها عقد وكلها صعوبة. لو بتشوفي فيديوهات بتتكلم مثلا عن النجاح أو عن إزاي أغير حاجة معينة في حياتي أو إزاي أتعلم حاجة جديدة، هتحس إن الناس كلها ناجحة والناس كلها بتنتج والناس كلها مبسوطة في حياتها. الخوارزمية مش بس بتعرف انت مين، هي بتشارك في تكوين الشخص اللي انت هتبقي عليه، بتشارك في تكوين هويتك من غير ما تحسي. حتى لغتك، لو سافرتي بلد تانية لسنة واحدة أو حتى أقل، هتلاقي لهجتك اتغيرت، طريقة كلامك اتغيرت، إفيهاتك اتغيرت، وده حصل من غير ما تقرري ده، من غير ما تقصديه أو تخططي له، لأن المخ هيقلد البيئة اللي حواليه بشكل تلقائي
عشان ينسجم معاهم وعلشان يصاحبهم. بصي كمان على الأطفال، الطفل مش بيتعلم بالمحاضرات ولازم تعمل كده وما تعملش كده واسمع الكلام. الطفل بيتعلم بالمشاهدة. لو أبوه بيقرأ الطفل هيقرأ. لو الأب أو الأم طول اليوم ماسكين الموبايل ما نستغربش لما نلاقي الطفل بيعمل نفس الحاجة. البيئة هي اللي بتربي أكتر من أي كلام وأكتر من أي توجيه. حتى طريقة صرفنا للفلوس، لو كل أصحابك بيصرفوا كل اللي معاهم أول الشهر هتحس إن ده الطبيعي وإنك لازم تعملي كده. ولو كل اللي حواليكي بيستثمروا بيدخروا بيعرفوا يحوشوا بيعرفوا يتعاملوا مع الفلوس صح، هتلاقي نفسك برضو بتعملي زيهم وهو ده الطبيعي بالنسبة لك. حتى إحساس الطبيعي بيتحدد بالبيئة اللي حوالينا. خليني أسألك سؤال، مين أكتر 5 أشخاص بتقضي معاهم معظم وقتك؟ لو فكرتي فيهم كده وفكرتي في عاداتهم وطريقة حياتهم وطريقة تفكيرهم في كل حاجة في الحياة هتلاقي إن هو ده انتي بتعملي زيهم بالظبط، أكتر مما تتخيلي وأكتر مما تكوني مخططة أو عاملة حسابك على ده أو قصد ده. في تجربة مشهورة عملوها قبل كده، وهي إن لما الناس بتدخل أسانسير وكل اللي موجودين مثلا باصين للسقف، هتلاقي إن الشخص الجديد اللي دخل هيبص للسقف برضه، مش لأنه مقتنع أو لأنه شايف إن في حاجة تخليه يبص، بس لأن كل الناس اللي حواليه بتقوله إن ده الطبيعي، إن كلنا بنبص للسقف. وده بيحصل معانا كل يوم بس على مستويات أكبر في كل جوانب الحياة. ويمكن علشان كده لما واحد يبتدي يغير شغله هو نفسه بيتغير، لما واحد بيغير من صحابه هو نفسه بيتغير، ولما واحد بيغير المكان اللي عايش فيه برضه بيتغير. هو ما اتولدش شخص جديد فجأة، هو بس دخل بيئة جديدة، هو غير المؤثرات اللي بتأثر عليه طول الوقت، فتلقائياً هويته اتغيرت. طيب لو البيئة قوية قوي بالشكل ده ازاي ممكن نستفيد منها؟ أبسط حاجة إن احنا ما نعتمدش بقى على الحماس والشغف والإرادة والخطط. خلي البيئة تشتغل لصالحك. عايزة تقري؟ سيبي كتاب على السرير جنبك، سيبيه بس من غير ما تكوني ناوية تقريه. عايزة تنتظمي في شرب المية مثلا وما تنسيش؟ خلي إزازة مية قدامك طول الوقت. عايزة تقللي استخدام الموبايل أو استخدام أبليكيشنز معينة؟ ابعديه عنك أو شيلي الأبليكيشنز دي من قدامك أو صعبي الوصول ليها. عايزة تحافظي على التمرين وتفضلي تتمرني على طول من غير ما تكسلي أو من غير ما تكوني محتاجة إرادة قوية علشان تواظبي على التمرين؟ جهزي لبسك من بالليل. سهلي الموضوع على نفسك وحاوطي نفسك بناس هما بيتمرنوا بشكل طبيعي كل يوم. كل ما بتخلي العادة الصح أسهل في تنفيذها والعادة الغلط أصعب في تنفيذها، كل ما هتتغيري من غير أي معاناة خالص، كل ما الموضوع بقى سهل جدا. في النهاية أعتقد إن أهم سؤال مش هو إزاي أغير نفسي أو أصلا أنا ما عنديش إرادة أو أنا بكسل، لكن السؤال الأهم هو إيه البيئة اللي كل يوم بتأثر عليا وأنا مش واخدة بالي؟ إيه نوع المعطيات أو المؤثرات أو المدخلات اللي بتأثر عليا كل يوم وأنا مش واخدة بالي؟ لأن الحقيقة إحنا مش نتاج قراراتنا أصلا متأثرة بكل حاجة حوالينا، فإحنا في جزء كبير جدا من حياتنا نتاج الأماكن اللي عشنا فيها والناس اللي صاحبناها والكلام اللي سمعناه والمحتوى اللي اخترناه والعادات الصغيرة اللي قررنا إن احنا نكررها كل يوم أو كررناها كل يوم لأن هو ده الطبيعي. فلو عايزة تغيري حياتك ابدأي من البيئة اللي حواليكي، ابدأي من كل حاجة بتأثر على حواسك. وأوقات كتير بيبقى تغيير كرسي أو مكتب أو صديق أو تطبيق على الموبايل، ده بيكون أقوى من 1000 قرار خدتيه بحماس وبشغف وبخطة ونسيت تنفذيه بعد أسبوع أو كسلتي. ودي أنا بشوفها أكتر طريقة ذكية وسهلة ونتائجها فعالة. وسلام.